جد قناة الام بي سي دفعت لك 10,000 دولار لحتى طلعت معهم؟ راح احكي يا جماعة الخير الصراحة شقد دفعت لي الام بي سي. طبعا السؤال اللي بعده، شو اللي صار بالكنزة الحمراء اللي صورت فيها الفيديو؟ انا مالي متوقع انه هي انا كنت لابسة واللي راح اطلع فيها من تحت الانقاض وتضل هي الكنزة معي. هي مرحبا ورسلكم بفيديو جديد من قناة عبد الرحمن. إذا أول مرة تشوفني نزل تحت واشترك بالقناة وفعل زر الجرس ليوصلك كل مقطع جديد. طبعا اليوم يا جماعة الخير حبيت إنه أعمل فقرة أسئلة من بعد الزلزال، والفيديو اللي أنا صورته وانتشر بكل مكان وعلى جميع التواصل الاجتماعي وعلى جميع القنوات. طبعا اليوم أنا طلبت منكم على حسابي الانستغرام، هذا هو المو متابعني يروح تابعني، رح نوصل تقريبا 90,000 متابع. شكرا كتير لكم على الدعم اللي وصلني، وشكرا كتير لاي شخص تابعني. طلبت منكم على حسابي الانستغرام تسالوني اسئله، اي سؤال عني بدكم تتعرفوا علي، شو الاسئله اللي بدكم اياها تطلبوها مني على حسابي الانستغرام، وانا رح اعمل فيديو كامل على اليوتيوب واجاوب على الاسئله من بعد الزلزال. طبعا كتير اجتني اسئله اكثر من تقريبا 2000 سؤال، ولكن رح ارد على بعض الاسئله واغلبيه الاسئله اللي سالتوني اياها. قبل ما نبلش بالفيديو اتمنى تحطوا لايك وتشتركوا بالقناه وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل مقطع جديد. بسم الله خلينا نبلش. طبعا السؤال الاول بيقول مين عبد الرحمن بعد الزلزال؟ طبعا يا جماعه الخير عبد الرحمن من بعد الزلزال اختلف عن عبد الرحمن اللي كان بوقت الزلزال. يعني انا اختلفت تقريبا مو كتير، ولكن اختلفت شخصيتي، انا بلشت اتغير كتير عن الشي اللي صار معي، لانه الشي اللي صار معنا يعني عن جد صدمة كبيرة، انه لازم ترجع تبدأ من الصفر. والشي اللي صار انه رفقاتك مات، وانا حرفيا لحد الثانية ما فيني انام بالليل. يعني انا حاليا لحالي مستحيل انام، ما خوف او كذا، لا لساتني خايف، لساتني مصدوم انه يصير زلزال، يصير هزة ارضية مرة ثانية، انا لساتني خايف. فلهيك انا حرفيا انا ما عم بنام. انا اليوم انا نايم الساعة 5 الصبح، انا ليش ما عم بنام بكير ما بعرف. بتضل الافكار عم تجيني، رفقاتي اللي ماتوا اصواتهم عم تجيني، فصدمة كبيرة لساتها بداخلي. السؤال اللي بعده، شو اللي صار مع اخوه؟ طبعا اللي صار مع اخوي انا حكيته بالفيديو كامل. طب عليه السقف والحمد لله اخذوه على المستشفى باسرع وقت. اجا الاسعاف اخذوه، ضل تقريبا 5 ايام بالمستشفى اللي بانطاكيا، بعدين نقلوه بالطيران نقلوه بسيارة اسعاف على أضنا، ومن أضنا طلعوه بطيارة هليكوبتر طلعوا فيها كتير ناس مرضانين، واخذوهم على مستشفى اسطنبول، قصدي على مشفى مارسين، ومن مشفى مارسين رجعوا الحشيش تمام حاجه قوي زي الفل يا سيدي الناس، الحمد لله. طلعوه على اسطنبول. فلهيك انه حاليا هو تقريبا راح على كذا مستشفى، والحمد لله انه هو حاليا طلع من المستشفى وبارك بالبيت. وطبعا اللي صار انه هو ايده ما بيقدر يحركها ومحبوس الدم جوات ايده، فان شاء الله رح يتحسن. حاليا بس هو عم يعملوا له فحص فيزيائي مشان يقدر يحرك ايده، مثل يحطوا له طابق او هيك شغله مشان يقدر يحرك ايده. السؤال اللي بعده، شو اللي صار بالكنزة الحمراء اللي صورت فيها الفيديو؟ طبعا الكنزة الحمراء اللي صورت فيها الفيديو لساتي محتفظ فيها ولحد الثاني هي عندي. هي الكنزة الحمراء اللي صورت فيها الفيديو، وهي اللي انا مالي متوقع انه هي انا كنت لابسة واللي راح اطلع فيها من تحت الانقاض وتضل هي الكنزة معي. هي الكنزة، هي الكنزة كلياتها يا جماعة الخير، وراح افرجيكم وين كانت. على الان الكنزة هي طالما شايفين مشقوقة من هون، وكمان هون كانت مشقوقة، شايفين الكنزة كانت على الآنة هيك. راح افرجيكم بس البسها سوا. كنت لابسة وصورت فيها الفيديو، فهي الكنزة من قدام مسحوبة لورا وعلى الآنة بالتلفزيون، فما كنت قدران اتحرك ومشدودة كتير، يعني هيك مالي قدران اتحرك، فهيك كانت الكنزة كتير لورا ومالي قدران اتحرك. وهي الكنزة اللي صورت فيها الفيديو، وانا مالي متوقع. هي الكنزة اللي راح اطلع فيها، الحمد لله انه عايش، والحمد لله رب العالمين، هذا كله من فضل الله، انه الحمد لله انا طلعت عايش، وفي ناس كتير ضلت تحت وماتت مع الاسف. السؤال اللي بعده، كيف انه عرفت انه هذا الزلزال؟ طبعا انا كيف انه عرفت انه هذا الزلزال او هزة ارضية، انه ما تفكرت انه صاروخ او قنبلة او شيء، لا يا جماعة الخير. طبعا انا لما شفت انه البناية عم بتروح يمين يسار، اكيد لما بدي اسمع صوت انفجار او شيء اكيد راح انصدم او اسمع الصوت، ولكن انا ما سمعت صوت، انا البناية كانت عم بتهز من الحالة من الهزة الارضية اللي صارت. طبعا انا ماني عارفان انه نحن الوحيدين
مش قصدي نحن مو الوحيدين اللي نزلت بنايتنا، انا مفكر انه بنايتنا الوحيدة اللي نزلت، وكل شخص كان تحت الانقاض اكيد كان مفكر هذا الموضوع انه بنايته هي الوحيدة اللي نزلت على الارض. قضيت تحت الانقاض، طبعا كم ساعة انا قضيت تقريبا 26 ساعة او 25 ساعة لحتى طلعوني. انا طلعت بال 26 ساعة، ولكن تحديدا انا ضليت 25 ساعة بدون اكل، بدون شرب، بدون نوم. كنت تعبان كتير، وحتى بعد ما طلعت ما شربت مي لبعد تقريبا حوالي تاني نهار الصبح تقريبا للساعة 6 العصر، يعني تقريبا بالعصريات لحتى قدرت اكل واشرب، لانه ما كان المستشفى ما كان فيه لا اكل ولا شرب لحتى اجت الطيارات التركية الجيش التركي وصارت تجي المساعدات، لانه المشفى ما كان فيه اكل ابدا. حدا من عيلتك مات؟ لا يا جماعة الخير الحمد لله من عيلتنا نحن ما حدا مات، ولكن من قرايبينا مات ابن خالتي وبنت خالتي مع الاسف، الله يرحمه يا جماعة الخير. طبعا ابن خالتي عن جد كتير بحبه، يعني حضرنا انا وياه مباراة ريال مدريد وليفربول بنهاية دوري الابطال، حضرناه وكنا مبسوطين وكذا، وعن جد كنا نحضر مع بعض كتير مباريات. حضرت مباراة كوريا ضد البرازيل على ما اظن انه هاي المباراة صارت، وريتشاردسون لما حط جول بالدبلتيك عن جد كانت نهارة كتير حلوة، ومنا عارفين انه بعد شهر او شهرين راح يصير هزة ارضية وزلزال، والله يرحمه يا جماعة الخير. واكتر شيء بتحبه بانطاكيا؟ شوف يا جماعة الخير، طبعا انا اكتر شيء بحبه بانطاكيا غرفتي، طبعا شيء بيخصني لإلي، شيء انا اشتريته، الشيء هذا غير انه اكيد اهلي وقرايبين وهذا، لا نحن نتخطى هي الشغلة لنحكي على الشيء اللي انا خاص فيني، انا اللي كنت عايشه وكنت اعاشر هدول الاشخاص. هو مسكليتي، غرفتي، الطاولة، الكرسي، اللابتوب، ولكن اكتر شيء كان يعز على قلبي هو مسكليتي، لانه يعني اشتريته مع حسن رفيق الله يرحمه، رفيق اللي حتى مصور معه مقطع على اليوتيوب، هذا هو المقطع وانا حيطه خاص، فراح ارجع انشره لمرة تانية، راح احط لكم اياه وراح احط رابط بالوصف. انا ورفيق حسن تقريبا من 3 سنين كنا عم نصور مع بعض يوتيوب مبسوطين، ما بعرف شو بدي احكي، الله يرحمه. طبعا الله يرحمه يا جماعة الخير، كل ما بتذكر عن جد الا شوي بدي ابكي. حسن رفيقي اللي كنت مقضي معه تقريبا نص عمري، تقريبا من عمري 10 سنين لعمري 15 سنة، انا وحسن كنا مع بعض يوميا، يعني مستحيل يمرق يوم يومين بدون ما نحكي مع بعض. الله يرحمه عن جد دايما بتذكر، وكل ليلة بتذكر حسن، كل ليلة بسمع صوته، كل ليلة بتذكر اصواته على الواتساب اللي كنا نحكي مكالمات ساعات. اشتغلت معه بنفس الشغل، اشتغلنا صورنا مع بعض، كنا من اعز رفقات من بعض، وكمان اي صديق لما يكون مع صديقه مشاكل، ولكن مع الاخير مع الاسف انه خايف انه هو ميت بدون ما يسامحني. انا هذا الشيء اللي خايف منه، انه هو مات بدون ما يسامحني، لانه صارت مشكلة بيني وبينه، ما لي عارفان اذا هو عن جد مسامحني. طبعا المشكلة عبارة كتير تافهة، ولكن تعرفوا كأي شابين او كذا يتعيلوا رح يكبروا الموضوع. مع الاسف هذا الموضوع اللي صار وانا مالي خبر، واقسم بالله قبل ليلة الزلزال كنت عم بحكي مع رفيق، قلت له بدي اتواصل مع حسن واحكي معه واتاسف انه على المشكلة اللي صارت، ولكن انا ما بعرف شو اللي خلاني اتراجع، كانت اقل شغلة انه سامحني. فالحمد لله يا جماعة الخير، ادعوا له انه الله يرحمه. وساعدك الشيف عمر، طبعا الشيف عمر يساعدني، واللي هو انه هو اجى اخذني من المستشفى، من المشفى اللي الا شوي كان بده يطب على الارض، اخذني انا واختي وابوي الصغيرة، اخذنا على فندق الريحانية بركنا فيه، وتاني نهار الصبح طلعنا فطرنا واخذنا على الكراجات، وعلى الكراجات انا صرت اساعدهم شوي، ما راح احكي انه ساعدتهم كتير، ساعدتهم بس عبيت التمر والراس بعجوة وحطيناهم بالكاس مشان نعطيهم للعالم، هذا الشيء انا ساعدتهم فيهم، والحمد لله رب العالمين يا جماعة الخير. وعن جد هو شخص كتير طيب وشخص كتير محترم وشخص كتير مزوح، بحب يمزح ويضحك، والكاميرا تقريبا هو مثله على الكاميرا، حرفيا مثل ما هو بيضحك ويمزح، حرفيا مثل ما هو، يعني بدون ما يتصنع او كذا. جد قناة الام بي سي دفعت لك 10,000 دولار لحتى طلعت معهم. راح احكي يا جماعة الخير الصراحة شقد دفعت لي الام بي سي. طبعا الام بي سي ما دفعت لي ولا اي ليرة، الام بي سي طلعتني عليهم وما دفعوا لي ولا اي شيء، والاشاعات اللي عم تطلع انه انا طلعت على ام بي سي واخذت مصاري، لا يا جماعة الخير انا ما طلعت على ام بي سي ولا اخذت مصاري، وصلت صوتي للعالم تقدر تساعدني. وطبعا الحمد لله رب العالمين شايفين نحن باركين ببيت الحمد لله اتش اي على ما اظن اسمه، لانه كتير بخر باسمهم. هاي المنظمة هي اللي استاجرتنا هذا البيت،
طبعا بيت مفروش والحمد لله، وشكرا لهم كتير كتير، بوجه لهم تحيه من هذا الفيديو. ساعدونا كتير، دبرونا بيت لانه ما كنا عم نلاقي بيت وكذا، واخوي الحمد لله بارك بالبيت لانه يمكن ما قلت لكم وضعه ايده عم بخربط كتير لانه ماني صار لي زمان ماني مصور فيديو يوتيوب. يا جماعه الخير هون وصلنا لنهايه الفيديو، اتمنى تحطوا لايك، تشتركوا بالقناه، تفعلوا زر الجرس. ماني حابب اطول الفيديو، محتوى القناه رح يكون قصص رعب ان شاء الله رح نبلش فيها. اتمنى تحطوا لايك، تشتركوا بالقناه، تفعلوا زر الجرس، تابعوني على حسابي الانستغرام، اطلع لكم في شاشه حسابي التيك توك، هذا هو، هذا حسابي الانستغرام. بشوفكم في فيديو جاي، كان معكم عبد الرحمن من هاي القناه، سلام عليكم.